السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم رشة ملح. اليوم حبيباتي راح نشارك معكم وصفة الطمينة السكيكية أو الطمينة الدجاجية على أصولها. راح نعطيكم كل الأسرار باش نجحوا في الطمينة وتجيكم بنينة وتجيكم كيما لاموس. الا حبيتوا تنجحوا في الوصفه ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو الاخير بكل التفاصيل وما تبخلونيش من هذاك الجانب باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مباشره راح نمروا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو مع بعض في الوصفه. اول حاجه بالنسبه للنوعيه نتاع السميد جيبوا السميد هذاك الرطب خلاص يعني رقيق. الا ما عندكمش سميد رقيق يعني غربلوه في الدقاق راح تحصلوا على السميد هذاك الرطب فيهم كامل. نجيبوا كسكاس نحطوا الماء تاعنا يغلي، نجيبوا الكسكاس ونجيبوا طرشونه ولا شاش نحطوه في وسط الكسكاس ونحطوا هذاك السميد. نديوه يفور معانا. هنا كي يفورنا السميد السر تاعو انه يطيب لنا يعني يبقى لنا طايب. نفوروه مليح البنات تقريبا 21 دقيقه. بعد ما نفوروه نجبدوه ونبداو نحلو في السميد اللي نلقاوه ديجا ولا لنا يعني كيما الطوب هكذا. لازمنا نفتحوه كيما راكم تشوفوا يعني نفتحوه هو سخون باش ما يبقى مطوب. هاد الطمينه يديروها في سكيكدا بزاف، يديروها ثاني في جيجل بزاف، ويديروها حتى في ميلا. يعني هاد الولايات يديروا فيها الطمينه البيضاء واحد البنه فيها البنات روعه. هنا البنات لازم نصيروا السميد نتاعنا باش ما يبقالناش فيه هذوك الكعابر. لازمنا نصيروه هكذا البنات. وهذوك الكعابر اللي خرجوا لنا من الفوق سيرتو الا كانت نداولنا يعني ما نحطوهمش في السميد تاعنا. نصيروه كامل كيما راكم تشوفوا. بعد ما نكملوا راح نخليو السميد نتاعنا بجيه حتى يبرد لنا تماما. عفوا نخليو السميد نتاعنا بجيه باش نبداو نقليو فيه. انا هنا جبت مقلاة رايحه نقلي نص تاع السميد هكذا باش يتقلى لي مليح. كما على بالكم بلي الطمينه سكيكديه ولا جليه هي طمينه بيضاء. يعني هنا ننتبهوا جيدا في المرحله هذه كي نجو نقلو السميد نتاعنا نحاولوا نقلوه على نار قليله باش هكذا النار تقيس لنا كل الحبيبات تاع السميد وفي نفس الوقت ما يتحرقناش. هنا حتى نشموا الريحه تاع السميد بدات تطلع معنا. وكي نشوفوا مع المقلاة نتاعنا ولا الطاجين نشوفوا باللي من التحت بدا يحمر ويدي لون ذهبي. هنا نحيو السميد تاعنا ونحمصوا الكميه الثانيه حتى ونخليوها بجي حتى تبرد لنا تماما. في صحن كبير جبت 400 غرام تاع الزبده. تقدروا ديروا خليط بين الزبده والمارغرين يعني ديروا واش حبيتوا تحبوا ديروا الزبده الحره ولا اللي تتباع عادي. وهنا جبت كأس نتاع السكر الرطب اللي كنت غربلته وزدت لهم شويه او زوج علب صغار تاع حلوى الترك او الشاميه. فتفتها كما راكم تشوفوا البنات وزدت رشه من الملح. يعني الشاميه تاعكم فتفتوها مليح البنات باش هكذا يجيكم القوام كامل ليس. هاد المقادير البنات مضبوطه جدا. اللي حبت كميه صغيره تقدر دير 200 غرام تاع المارغرين وتنقص في الكيل يعني دير نصف كاس من السكر الرطب ودير علبه صغيره من حلوه الترك ودير رشه تاع الملح. ونبداو نطلعوا في الخليط نتاعنا حتى نتحصلوا على خليط شبه لاموس. كل ما كان الخليط نتاعنا ابيض وخفيف يعني وكما الميرانك كل ما تحصلنا على نتيجه روعه كل ما جات لنا طمينه تاعنا خفيفه وبنينه. هنا البنات انا فضلت نزيد 2 ملاعق كبار من العسل الطبيعي. انا استعملت عسل طبيعي اللي ما عندهاش تستعمل العسل العادي. واللي تحب ما تضيفش العسل يعني تقدر تستغنى على العسل. نبقاو نطلعوا فيهم البنات بنفس الطريقه راح تحصلوا على قوام رغوي جدا. بعد ما كملنا الخفقه البنات رايحه نزيد هنا في العدس نتاع الجواجله يزيدوا الزبيب يعني راح يعطيها بنه روعه. يعني عند السكيك ما يزيدوش الزبيب بصح عند الجواجله يزيدوا الزبيب. وهنا زدت كميه من الجوز. تقدروا تزيدوا اي نوعيه من المكسرات ثاني الجوز ولا اللوز ولا حتى الكاوكاو. حمصوه فقط وزيدوه حرحيوه شويه اخشين. هنا نخلطوا هذوك المكسرات والزبيب مع هذاك الخليط تاع الزبده
ونبداو نضيفو في السميد. هنا بالنسبة للكمية تاع السميد بعد ما برد لي ضفت 4 كيسان تماما، جاوني 4 كيسان قد. وطبعا الكمية راح تكون حساب النوعية تاع السميد، خاطر كاين سميد يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش. يعني هنا نحطو بالكاس ونخلطو حتى نتحصلوا على قوام يكون طري، راح نشوفوا القوام تاعو في الاخير. بالنسبه للكاس الاخر تاع السميده البنات نزيدوه بالتدريج هكذا باش ما يغلبناش. يعني هنا راني نخلط فيها غير بسباتول بصح من بعد راح نبدا نستعمل يدي باش نتحسس القوام تاع الخليط. هذا الكأس الاخير يعني نضيف فيه بالتدريج كما قلت لكم باش هكذا نتحسس الملمس نتاع الخليط نتاعي وما يغلبنيش يدي في السميد. والسر اللي يخلي الطمينه السكيكليه تاعكم خفيفه وبنينه انه القوام تاعنا ما نديروهش ناشف، نديروه طري بزاف ونخلوه بشيه، ومن بعد نرجعوا فيه تقريبا واحد 5 دقائق. كي نرجعوا ليه الا كان لقيناه مازال طري يعني بزاف نقدروا نزيدو كميه اخرى، والا كان لقيناه تشرب السوائل يعني نحبسو ما نزيدو والو. انا هنا بعد ما رجعت ليه يعني لقيت القوام تاعو روعه، ما جاي طري بزاف ما جاي ناشف. يعني هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا فيه عليها البنات. نحطو انا راح نقدمه في صحن، يعني درتو على زوج، قسمته على زوج، حطيته في زوج صحونات تاع التقديم. وريحان نبدا نشكل في الطمينه تاعي ونسوي في السطح نتاعها باش نتحصل على سطح املس. هنا البنات راح نستعمل يدي. البنات الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه تاع الطمينه ما عليه ديروا لي هذاك الجيم باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين، وهكذا باش نحافظوا على الوصفات التقليديه الجزائريه، على خاطر كل منطقه جزائريه تزخر بنوع من العادات والتقاليد ونوع من الاكلات التقليديه التي لا يعلى عليها يعني وتكون بنينه بزاف. وهذه الطمينه يعني كل الناس اللي ذاقتها على بالهم باللي بنينه بزاف بزاف. اليوم جبت لكم كل الاسرار نجاحها باش هكذا كامل تسويوها في البيت وتنجحوا فيها وتفرحوا بها، تفرحوا بها وليداتكم والعائله تاعكم، وهكذا تحمروا بها وجوهكم ايضا. هنا البنات راني ندير في الشكل هذا يعني المعتاد تاع الطمينه. درت غير بالراس تاع السكين هذا ما كان، وفي الاخير بديت نزين فيه. يعني هنايا زينوه تزيين اختياري، تقدروا تخليوها حتى هكذا يعني بلا ما تضيفوا لها اي اضافات. تقدروا تحطوا لها شويه تاع الكاوكاو محمص ومرحي من الفوق، تقدروا تزينوها باي نوعيه تاع المكسرات. كما تقدروا تزينوها تزيين اخر، كل واحد والذوق تاعو في التزيين. انا البنات بعد ما كملتها راح نشوفوا القوام تاعها في الاخير كيفاه جات. يعني روعه، قوام من اروع ما يكون. الطمينه نديروها بزاف في المناسبات، في الاعراس، في الاعياد، في كل يعني حتى نديروها يوميا، على خاطر بنينه بزاف دايما نشتاقوا ليها ونحبوا نديروها. حبوباتي عجبكم الفيديو ما عليه تكثروا لي من هذاك الجام وشاركوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين وتعم الفائده. شوفوا البنات كيفاه جات روعه روعه روعه. والبنه ما نحكي لكم، شاهدكم في الجنه حبيبتي. الى الملتقى في فيديو اخر وفي وصفه اخرى.